ففي صحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة أن رسول الإسلام قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. الحديث ثابت صحيح. إذا أخ أحمد، الرب يسوع علمنا المسامحة، علمنا أنه نغفر اللي يخطأ إلينا، علمنا أنه نحب الجميع، لكن رسول الإسلام علمك بالكره. استناني برضو لآخر الفيديو عشان أنا برضو عامل لها مفاجأة كده يعني. بس هي جابت حديث واستندت في الحديث على شيء غريب جدا. قالت عشان الرسول يعني أمر إن أنت لا تبدأ غير المسلم بالسلام، تستنى لما هو يسلم عليك، يبقى كده رسول الإسلام بيدعو للكره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب هو لو بيدعو للكره ترد السلام ليه اصلا؟ يعني هي لو دعوة للكراهية ارد السلام ليه؟ ما يقول لي السلام عليكم اقول له غور في داهية لو هي دعوة للكره. لكن هنا في حكمة، انت ما تحطوش في الموقف اللي تخليه يرد عليك السلام. لو هو محب للسلام هو هيبدأ، لكن عموما لو هي دعوة للكراهية ليه ارد عليه السلام؟ ده سؤال بنسأله بقى، يا ريت نلاقي اجابة. ومع ذلك انا محضر ليها يعني نص هي بقى تقول لنا رأيها فيه، هي بقى دعوة للكراهية ولا دعوة لايه بالظبط. نص من الكتاب المقدس نفسه، من عندها من كتابها، وتقول لنا بقى دي دعوة لايه بالظبط. نشوف كده مع بعض النص. النص بيقول ايه؟ ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، يعني لو حد جالكوا ومش جاي بالتعليم بتاعكوا اللي هي المسيحية، بص بقى، فلا تقبلوه في البيت. يعني احنا عارفين في ظل الدولة الإسلامية عاش فيها مسلمين وغير مسلمين بشكل عادل متساوي، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، يعني بطريقة مجتمعية راقية جدا. لكن شوف هنا بيقول له ايه؟ لا تقبلوه في البيت، يعني ما يخشش البيت نفسه، يلا يا عم اطلع بره. خلي بالك بقى، ولا تقولوا له سلام. مش ما تردش، مش ما بتبدأش بالسلام وإن بدأك رد عليه، لا بص، ولا تقولوا له سلام. يبقى ما تقبلوش في البيت عشان ما جاش بتعليمك، ما مش على نفس دينك. تخيل لو مسيحي تاني ومن طائفة أخرى ينطبق عليه هذا القول، لأنه مش جاي بنفس التعليم. ولا تقول له سلام، حتى السلام ما تقولهوش. انا عاوز بقى هي تقول لي ايه ردها بقى على النص ده. والنص واضح اهوت، اي حد هيجيلكوا ومش هيجي بالتعاليم ديت بتاعتكوا، مش مجرد تخليه هو اللي يبدأ بالسلام، لا يا حبيبي، ده لا تقبلوه في البيت، ما يعيش معاكوا. ده لو من يعني لو من نفس الدين بس طائفة تانية، وحتى السلام ما يتقلوش. فتخيل ده يبقى مع يعني مع الإنسان اللي على غير دينه، هيبقى ايه؟ ردي بقى.